السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. باش ما نطولش عليكم نبقاو الآن مع أهم عناوين حلقة اليوم. لاعب يغادر تجمع المنتخب المحلي بعد سبعه خبرا محزن. الكاف يتجه إلى إلغاء الشان نهائيا. خليلوزيتش والأسود فازوا على أضعف منتخب في إفريقيا. خليلوزيتش يصدم لاعب المنتخب الوطني المغربي ويبعده بطريقة مهينة للكرامة. شبه رسمية، زياد سيوقع لهذا النادي الإنجليزي الكبير. عقوبة قاسية لحارس المنتخب الوطني المغربي بسبب المنشطات. منتخب أوروبي كبير مهدد بالغياب عن اليورو. رخص الحسين عموتة مدرب المنتخب الوطني المحلي لمحمد مرابط لاعب أولمبيك أسفي بمغادرة التجمع التدريبي لحضور مراسم تشييع جنازة جدته. وتلقى مرابط خبر وفاة جدته بالتجمع التدريبي للمحليين، الأمر الذي دفع بعموتة إلى الترخيص لها بالعودة إلى أسفي لحضور مراسم تشييع جنازة جدته والعودة بعدها إلى الرباط لمواصلة تدريبه رفقة المحليين. وتندرج هذه الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين التي تأهل إليها بعد الفوز على منتخب الجزائر إيابا ب3 أهداف ل0، فيما تعادل ذهابا ب0 لمثلها. يتجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم الى اتخاذ قرار بإلغاء مسابقة البطولة الافريقية للاعبين المحليين بشكل نهائي، إذ ينتظر أن تكون النسخة الحالية الأخيرة قبل إعلان قرار إلغائها. وأوضحت مصادر قريبة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم أن الصعوبات الكبيرة التي يجدها الاتحاد الافريقي في تنظيم التظاهرة ورفض بلدان افريقية قوية المشاركة فيها تفاديا لتأثير على برمجة دوريتها دفع الاتحاد الافريقي الى التفكير في إلغاء المسابقة بشكل نهائي. وتتجدد احتجاجات الأندية الإفريقية مع موعد كل نسخة، خاصة وأن البطولة الإفريقية للاعبين المحليين تؤثر بشكل كبير على سير الدوريات المحلية للمنتخبات المشاركة في الشان، كما تتسبب في المشاكل لبعض اللاعبين الذين يفضلون اللعب للمنتخبات الأولى لبلدانهم، غير أن تعرضهم للإصابة رفقة منتخباتهم المحلية يحرمهم من ذلك. ووجد الكاف صعوبة في إيجاد توقيت لتنظيم النسخة الحالية بعدما قرر تغيير موعد تنظيمها من يناير إلى موعد آخر، إذ كان ينوي تنظيمها في يونيو، غير أن أحوال الطقس الممطرة في الكاميرون حيث ستجرى النسخة المقبلة حالة دون
يسافر معهم عمر القادوري وتوجه إلى اليونان مباشرة. قادت اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بإيقاف المهدي بن عبيد حارس الفتح الرباطية والمنتخب الوطني الأولمبي 3 أشهر نافذة بتهمة محاولة الاعتداء على حكم الغامبية عمرو صلاح الذي قاد مباراة المنتخب الوطني الأولمبي ضد نظيره المالي في أكتوبر الماضية برسم الدور الفاصل المؤهل لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 23 سنة. وكشف مصدر جامعي مسؤول أن العقوبة سارية على جميع المباريات القارية بما فيها مباريات الفتح الرباطية والمنتخبات الوطنية. وكان بن عبيد قد برر التصرف الذي صدر منه باستفزازه الحكم الغامبي وسبه للاعبي المنتخب الوطني المغربية معتقدا أنهم لا يفهمون اللغة الإنجليزية. يشار إلى أن مباراة المنتخب الوطني الأولمبي ضد مالي شهدت فوز الأخير ب1-0 ليحجز بطاقة التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بمصر. سيكون المنتخب الروسي مهددا بالإقصاء من المشاركة في اليورو القادم بالإضافة إلى أولمبياد طوكيو بسبب عدم امتثال وكالة مكافحة المنشطات الروسية للشروط المعمولة بها دوليا. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فمن المرتقب أن تجمع اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في 9 دجنبر المقبل للنظر في اقتراح مقدم من لجنتها المستقلة لمراجعة امتثال الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، حيث تبين أن الوكالة الروسية غير متوافقة مع أجندة الوكالة الدولية بعد أكثر من عام من إعادة تأهيلها. وسوف تكون روسيا من ضمن الدول التي تستضيف 3 مباريات من دور المجموعات اليورو إضافة إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020. كما تأهل المنتخب الروسي إلى كأس الأمم الأوروبية بعد مشوار جيد في التصفيات ضمن المجموعة الأولى. ووفقا لما ذكرته الصحيفة البريطانية فإن كل هذا قد يتبدد، فقد تقرر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قريبا استبعاد روسيا من يورو 2020 والألعاب الأولمبية وألعاب المعاقين القادمة في طوكيو، كما قد يسحب تنظيم مباريات اليورو من مدينة سان بطرسبورغ أيضا. جدير بالذكر أنه سبق واستبعاد روسيا من الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 بسبب إشكالية المنشطات، كما تم حظر الرياضيين الروس من